الراجل اللي بيمد ايده على مراته راجل ناطع، والراجل اللي بيسمح لاي حد من اسرته ايا كان هو مين يمد ايده على مراته راجل ناطع، واسرته كلها انطاع. وبغض النظر عن الاديان، اي دين بيسمح للراجل وبيشجعه ان هو يمد ايده على الست لاي سبب من الاسباب مش المفروض ان هو يكون دين. قانون الاحوال الشخصيه في مصر قانون ذكوري جدا وبيتبع فكر معين وعقيده معينه، والحقيقه ظالمه جدا للست زي كل القوانين التانية وزي كل الافكار التانية اللي موجوده في مصر، اللي ما بتحترمش الست وبتقلل منها وبتخليها شيء للاستخدام والاستعمال الذكوري المتعفن. المهم ان في رمضان اللي فات وعلى غير العاده كان في على الاقل 3 مسلسلات بيتكلموا عن محكمه الاسره، وقد ايه ان الراجل مظلوم جدا وان هو مش قادر يشوف عياله بسبب ان محكمه الاسره دايما في صف الست مش في صف الراجل. وبالتالي ده بيغذي الغريزه الذكوريه اللي موجوده عند معظم الرجاله اللي موجودين في مصر، وحفزهم ان هم بقى لازم ياخدوا حقهم من الست بايديهم. الحقيقه يعني اللي حصل مع بسنت سليمان وان هي تنتحر على الهوا قدام كل الناس بالمنظر ده، دي واحده وصلت لقاع البؤس والحزن والفشل وعدم القدرة على إن هي تلاقي حل وتلاقي مخرج من العذاب والمرار اللي هي موجودة فيه والظلم والقهر، لأن جوزها يمد إيده عليها ويهجرها، وإن أبو جوزها أو حماها يمد إيده عليها قدام بناتها، وإن هي تبقى مباحة للقريب وللغريب بالشكل ده. الحقيقة قهر ملوش أي حل في الدنيا. هي ببساطة ما قدرتش تخرج بشكل قانوني ومحترم من المنظومة المفترية البائسة الحزينة القاهرة اللي ما فيهاش أي نوع من أنواع الرحمة ولا الإنسانية. المجتمع المصري قانون الأحوال الشخصية مسؤول بنسبة 100% عن اللي حصل لبسنت واللي هيحصل لبناتها في المستقبل، لأن هم أكيد ما شافوش قليل، شافوا كتير قوي. وأنا متأكدة إن الزوج وعيلة الزوج مش هيعاملوا البنات بطريقة أفضل بكتير من اللي عاملوا بيها بسنت، وبالتالي مستقبل البنات مش هيكون أبعد بكتير عن مستقبل أمهم بعد كل اللي شافوه ولسه هيشوفوه.